ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك تحت الفيديو. ويلا بينا نبتدي الفيديو. النهارده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. تعالوا شارك معاكم الاكل بتاعي النهارده، يا رب الوصفه تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش تدوسولي لايك كده وتكتبولي تعليق كده، علشان ده بيفرحني وبيخليني استمر واكمل في الفيديوهات بتاعتي. اول حاجه كده بدايه معاكم ان انا هشوح كده اللحمه. انا بصراحه ما بحبش اسلق لحمه نهائيا، لازم اديلها تشويحه او صدمه كده على النار الاول، وبعد كده بضيف عليها الميه المغليه. طبعا اي حاجه بنشوحها ما ينفعش نسقيها بميه بارده، هتبوظ منك وهتغيب جدا في السوا. والتشويحه دي انا بحب كده اشوحها في حته سمنه كده او زبده، وارش عليها فلفل اسود فقط، واضيف عليها ورق لورا وحبهان بس. بتكون طعمها تحفة يا بنات، بتخلي الشوربة بتاعتك رهيبة رهيبة رهيبة. جربيها بجد وهتعجبك جدا. بس اول ما بلاقيها كده نزلت كل المية اللي فيها واتشوحت كده، ايده تغير لون بس ما تتحمرش يعني وكده، حاجة بسيطة جدا. اول ما الاقيها بس غيرت اللون، هنزل بعد كده بالميه بتاعتي واغطيها واسيبها على نار هاديه كده تستوي براحتها. انا عايزاها تستوي براحتها علشان تنزل الدسامه اللي فيها وتعمل لي شوربه حلوه، عشان الاكله بتاعت النهارده محتاجه شوربه حلوه. دي اول حاجه معايا. بعد كده معايا كده طاجن، تقدري تستخدمي طاجن اهم حاجه او حله براحتك. المهم انا استخدمت يعني الطاجن ده، كنت كان قدامي بصراحه فتله فيتو. حطيت كده مكعب سمنة، تقدري تضيفي زيت على زبدة لو حابة، أو سمنة بلدي براحتك، أو سمنة عادية المادة المتوفرة معاكي ضيفيها. أنا حطيت سمنة عادي. بعد كده هنزل بالبصلة بتاعتي، والبصلة بتاعتي أنا حاطة معاها حتة دهن لو انتوا شايفين. دي الدهنة اللي أنا سلقتها. سبتها كده يعني أنا عايزاها طرية علشان تدوب معايا هنا، ما تجيبش معايا في السوا. هنزل بعد كده بالبصل بتاعي وهبتدي اشوح فيه يعني لحد ما يغير لون، بس انا مش عايزاه يحمر قوي، يدوب كده بس آه ينشف كده شوية كده معايا ويغير لون. وبعد كده هنشوف هنضيف عليه آه انا هضيف عليه كوسه وجزر. انا كنت مفرزه معاكم لو تفتكروا كوسه وجزر اخر فيديو اللي فات، كنت شايله شويه قلت هعملهم في الاكل وكده. بس حسيت كمية البصل دي كتير على الطاجن اللي انا عايزة اعمله، فشلت منه حبة، قلت ينفعوني في الاكلة مرة تانية يعني وكده. هبتدي بعد كده ادوب كده البصل مع الدهن لحد ما يتغلف كده، وعايزة الدهن كده تنزل كل الدسامة اللي فيها. وطبعا انا بدوس عليها كده بالمعلقة عشان تتفكك وتنزل كده السمنة بتاعتها او الدهن يعني او الدهن بتاعها. حط عليها كده حبة ملح عشان البصلة بتاعتي تكون متبهرة كويس ومتملحة، ويكون ليها ريحة حلوة، متطلع لهاش ريحة اي ريحة تاني غير يعني تطلع كده حلوة. هفضل كده اقلب فيها لحد ما زي ما تغير، زي ما قلتلكم تغير لون. انا مش عايزاها تحمر خالص لانني لسه هضيف عليها كوسه وجزر، وهفضل اقلب فيهم حبه حلوين كده لحد ما البصله بتاعتي تحمر. انا هفضل اقلب في الكوسه والجزر لحد ما ينزلوا كده الميه بتاعتهم ويشربوها، وبعد كده البصله تنشف والميه متفضلش معايا غير السمنه بس او الماده الدهنيه اللي انا حطيتها بس في الطاجن بتاعي. لان الكوسه والجزر طبعا معروفين اي خضار كده بينزل ميه، فلازم انا اصفيه كده حبه كده حلوين خالص، واسيبهم كده لحد ما ينزلوا كل الميه اللي فيهم ويشربوها. بعد كده انا طبعا لازم هبهره دلوقتي علشان انا عايزاه يتبهر علشان يتطعم، عشان لما تيجي تاكليه الكوسه والجزر تكون متملحه معاكي ومتبهره، متكونش كده تحسيها كده عدمه ومش حلوه ومش كويسه. فلازم نبهرها. هتحط لي فلفل اسود، طبعا ده اساسي. عايزه اقول لكم انا عندي ادمان للفلفل الاسود، اي حاجه كده بحط عليها فلفل اسود، ما تعرفوش ازاي. وطبعا كزبره وسنه شطه. طبعا لو انت حابه الطاجن ده يكون سبايسي كتر الشطه.
وهضيف كده توابل كده جايباها من عند العطار كده، فيها خلطة بيضة كده كاملة كده مع بعضها، 7 بهارات على مش عارفة ايه كده، فيها كل حاجة بصراحة. وهضيف كده مكعب من المرقة وبس كده. دي هتكون ايه البهارات اللي انا هضيفها، يبقى كزبرة، فلفل اسود، 7 بهارات، والخلطة اللي انا جايباها من عند العطار دي فيها كل حاجة. بصوا زي ما انتم شايفين حطيت عليها الطماطم، وزي ما انتم شايفين برضو نزلت كده باللحمة، حطيت كده اللحمة علشان تاخد صدمة معايا في الطاجن. تقدري تدخلي الطاجن ده زي ما هو كده في الفرن بعد ما يغلي حبة هنا، يعني سيبيه يغلي شوية كده على النار، بعد كده دخليه الفرن، او تقدري تقليه في طاجن فخار. انا بصراحة حبيت ان اغير يعني وكده، وارجع ريحة زمان كده وجو زمان، فحطيته في طاجن فخار. حطيته وادخله كده الفرن، وهسيبه كده ايه لحد ما ياخد وش كده ولون. وعايزه اقول لكم دخلت مع بطاطا برضو، غسلت بطاطا كده وحطيتها. قلت بالمره هعمل كده طبعا ايه حبه رز، ما هو لازم يعني طاجن كده يبقى فيه جنبي كده ايه حبه رز كده حلوين يفتحوا النفس. انا هعمل رز بشعريه، مش هعمل رز حبه وحبه ولا اصفر ولا ابيض ولا اي حاجه، هو رز بشعريه بصراحه. عايزه اقول لكم بيكون حلو جدا يعني الرز بشعريه، وكلنا بنحبه ومحدش بيختلف عليه. برضو انت تقدري تعملي الرز اللي بتحبيه، يعني انت لو ما تحبيش الرز بشعريه ضيفي عادي اي رز. عايزه تستغني عن بند الرز برضو استغني براحتك. يعني بصي ما توقفيش نفسك على حاجه، الحاجه اللي في امكانيتك تستغني عنها وتحطي حاجه مكانها تاني وانتوا بتحبوها حطيها عادي. بس هبتدي كده اقلب كده الشعريه لحد ما ايه بس تاخد معايا لون. وبعد ما تاخد معايا لون انا كنت غاسله الرز بتاعي، وهسيبه كده ايه لحد ما ايه ينشف شويه، عشان انا ما بحبش اغسل الرز واحطه على طول، بحب اسيبه ينشف، بس ما بسيبوش وقت كتير، علشان لو سبتيه وقت كتير الرز غسلاه وسايباه هتلاقي الرز اتكسر معاكي وما بقاش معاكي حلو في التقديم. فتغسليه، يعني مثلا انا غسلته قبل ما اعمل الشعريه، مسافه تحميره الشعريه كان صفى الميه بتاعته وبقى واستخدمته، بس ما بغسلوش مثلا من قبل الغدا مثلا، او من قبل ما اعلق اللحمه ولا احط الطاجن ولا اعمل اي حاجه، لا. الرز كده مهما كنت جايبه رز كويس هتلاقيه اتكسر معاكي وما بقاش افضل حاجه فبصراحه لا يعني لازم يتغسل كده قبلها بحاجه بسيطه. بس وبحب كده ايه ان انا ادي الشعريه كده لون احمر كده حلو، بس مش الاحمر الكاتم، كده لون ذهبي كده جميل، علشان تبقى معايا كده، والرزايه كده بيضه بيكون شكلها كده حتى حلو جدا في التقديم. اهو كده زي ما انتم شايفين فضيت كده بعد كده الرز بتاعي. طبعا لازم بنقلب الرز حبة حلوين كده، ما ينفعش تقلبي الرز يعني تحط الرز وتضيفي المية على طول، لا لازم يتقلب كده شوية علشان الرز بتاعك يتغلف كده كله بالزيت. وبعد كده ايه هضيف عليه المية، انا بغطي الرز بشوية كده وبعد كده إيه بطفيه يعني وكده. بس هنا ركنت الرز كده يستوي براحته، وقلت هعمل كده الطشة تحت البامية. الله على البامية، شايفين لونها عامل ازاي؟ لو عايزين اللون البامية يكون اخضر كده وجميل، جيبي كزبرة خضرة وحطي شوية شوربة واضربيهم كده في الخلاط لحد ما يبقوا سائل كده اخضر. بعد كده ضيفي البامية واديلها ضربة في الخلاط، وبعد كده نزليهم هتدوقي احلى بامية بجد هتكون سكر معاكي. ويبقى وكمان حطي كده في الطشة بتاعتك ضيفي عليها شوية كزبرة ناشفة، بجد بتوطي ريحة الطشة بتاعتك او التقلية بتاعتك في حتة تانية. وهنا كنت نزلته زي ما انتم شايفين شكل البامية بجد كان خطير. وكان طعمها سكر. هنا خلصت كده البامية بتاعتي، هغرف كده الاكل بتاعي، وتعالوا اوريكم شكل بس ايه البامية كده من قريب زي ما انتم شايفين، والقوام بتاعها حلو جدا. طبعا انا ببتدي اقلب فيها عشان تغلي كده كلها وتسخن. وهنا ده شكل الاكل بتاعي، شايفين انا عملت بامية وحطيت كده مخلل وخيار وطماطم والطاجن كده في النص، ولسه كنت بغرف في الرز بس قلت اديكم كده اللقطة دي اوريكم. وهنا حطيت ليمون، وعملت بطاطا مشوية حطيتها جنب الطاجن يعني شويتها، وطبعا الجبنة الفلاحي اللي كلنا بنحبها. بس وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم، ما تنسوا